السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومتابعين قناة تربية الطيور مع الحواشي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بيكم. احنا هنوريكم النهارده بإذن الله ازاي بنعمل الخلطة اللي كنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، وهي عبارة عن 3 كيلو خلطة على كيلو فول. احنا الخلطة اللي معانا النهارده هي عبارة زي ما انتم هتشوفوا كده، احنا جايبين 2 كيلو ردة وعليهم هنحط 3 كيلو دش، يبقى 5 كيلو، جايبين لهم كيلو ونص فول. طبعا الخلطة ديت زي ما انتم عارفين، هتوفر معانا بإذن الله ما يقرب من 50% من الأكل بتاع ال- البط باذن الله. يعني هتوفر معانا 50% من تكاليف اكل البط زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. واحنا طبعا عاملينها هناكلها للبط المولر والبط اللي هو المسكوفي. لو عاوز تعرف عشان تعرف تصور اقف. ماشي. طبعا احنا هنوريكم دلوقتي الخلطه ازاي احنا بنخلطها. احنا حطينا طبعا الرده، هنقلب عليها الدش كمان اهو. احنا جايبين بس 5 كيلو عشان نعرف نوريهم لكم يعني ازاي احنا بنعملهم بطريقه افضل. يعني طبعا اهم حاجه ان احنا ايه، نقلب الحاجات دي كويس جدا مع بعض. طبعا انا كمان جايب بانش معانا جميل جدا، ده مخلوط فيتامينات مهم جدا. احنا كنا قلنا قبل كده ان احنا ممكن نضيف الفيتامينات او الاملاح او الاحماض الامينيه، يعني نضيفهم مننا. طبعا الحاجات دي بتيجي من عند البيطريين، هو حاجات يعني كويس جدا، يعني رافع مناعه ومجموعه فيتامينات مهمه هنضيفها برده معانا في الاكل. يعني هو بيتضاف في الميه وبيتضاف برده في الاكل زي ما انتم شايفين. طبعا احنا دلوقتي حطينا الرده ومعاهم الدش، هنقلب عليهم كمان الفول اهوت. طبعا احنا جايبين الفول ناعم، وكده كده احنا عاوزين نجيب اي فول، يعني سواء كان بقى فول زي ما انتم شايفين كده، ده كيلو ونص فول على ال5 كيلو. الخلطه اللي انتم هتشوفوهم نشمر بقى يا استاذ علي، الكلام ده مش هينفع معاه غير ان احنا نشمر يعني. طبعا احنا لازم نقلب الموضوع ده تقليب جيد جدا، عشان خاطر احنا دلوقتي هنضيف عليهم حاجه كمان مهمه، وهي دي اللي احنا جايين نعمل عليها الفيديو النهارده، اللي هتوفر معانا في العلف تقريبا 50% من تكاليفه يعني. معلش بس استحملونا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا هنقلب الحاجات دي كلها كويس زي ما انتم شايفين كده. يعني معلش بقى الصينيه جت صغيره شويه، عشان خاطر ايه، هنقلب كل حاجه مع بعض كويسه. طبعا التقليب مهم جدا عشان خاطر ايه، يبقى كل حاجه او الحاجات الخلطه اللي احنا عاملينها كلها ايه، تكون امتزجت ببعضها يعني. طبعا هكون انت جايب حاجه اكبر من كده وتشتغل عليها، بس هي ايه بقى، الرده جت. طبعا انتوا عارفين رده خفيفه فبتطلع ايه كتير يعني. يلا اللي وقع على الارض مفيش مشكله، كده كده الطيور هتلمه. الاهم بقى من ده كله هو بقى ايه، بانش ده. طبعا احنا الكيس ده كله 100 جرام بيتحط تقريبا على طن يعني، فاحنا هناخد منه جزء اهوت وبرده هنقلب تاني. وموضوع البنش او الفيتامينات ديت يعني حتى لو حطيت اكتر من كده مفيش فيها مشكله، هي ما بتضرش، هي زيادتها كلها موضوع تكاليف زياده بس. كده كده انتوا عاوزين توفروا بقى، فبنحاول نوفر على قد ما نقدر ايه. احنا المفروض يا استاذ علي كنا جبنا حاجه اكبر من كده، بس يلا خير. لا مفيش مشكله، كده واحنا كده لما هنضيف بقى هنا هنحاول نقسمها في الحاجه التانيه دي حاجتين مع بعض يعني. كده احنا قلبنا ده كده كله كويس. طبعا احنا كنا قلنا في المره اللي فاتت احنا ممكن نضيف يعني حاجات ناكل بقى، حاجات بدائل غير الفول الصويا والحاجات ديت، وكنا اتكلمنا عنها علشان خاطر ضيف، وقلنا ان الفول البلدي هو البديل الوحيد يعني اللي احنا شايفينه مناسب ونقدر او متوفر. يعني بلاش نقول ان هو سعره رخيص، لانه برضه يعتبر سعره مش رخيص قوي يعني، غالي. لكن احنا هنوريكم دلوقتي. طبعا احنا جايبين معانا ايه الحاجه بقى اللي احنا ده كله احنا هنلفه بايه بقى، زي ما انتم شايفين كده. باينه يا استاذ علي ولا مش باينه؟ دي بطاطا، احنا جايبين البطاطا، طبعا جايبين 2 كيلو بطاطا مش هينفع الاستهلاك الادمي يعني، وسلقناها كويس اهي، هي بالميه بتاعتها كلها اهي زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي كلها نشويات زي ما انتم شايفين، فاحنا زي ما هي بميتها، حتى هي لسه سخنه شويه بس يلا خير. زي ما انتم شايفين كده، وهنخلط عليها الخلطه دي كلها بقى كده. تقريبا دول كده احنا لو عملناهم هنوصل لحوالي 8 9 كيلو علف، تقريبا 8 كيلو هيبقى واقف في حدود 8 جنيه، وباذن الله تعمل نتائج كويسه جدا معاكم. هنوريكم دلوقتي احنا بناكلها البط جوه من بندخلها له يعني. بسم الله. عشان بس ايه نحاول نقسم الدنيا، لان ايه بتاع دي طلعت، الصينيه دي طلعت ده يا استاذ علي. طبعا بنقلب الحاجه دي كويس في بعضها اهيت، لما هتلف معانا زي ما انتم شايفين كده بميتها بكله. تمام.
الخلطه اللي معانا اهيت. وهل ده تغنينا عن العلف خالص؟ لا دي ما تغنيش عن العلف خالص. ليه بقى؟ ان البط اللي احنا هناكله لها دلوقتي هو بط لسه صغير، اللي هو البط المولر ماشي، ومعاه كمان بط اللي هو الفرنساوي البيور. فاحنا هنضطر ان احنا نعلي في الصبح وهناكل الخلطه ديت اخر النهار. يعني انا والناس تنفع تشم ريحتها كانت شمت، بس هي ريحتها كويسه جدا يعني. زي ما بيقولوا كده ريحتها تفتح النفس على الاكل. بس طبعا ده اكل بقى للطيور. تفتح نفس البط. اه تفتح نفسه باذن الله. ما هي عشان خاطر بتضاف عليها. اه نسينا نقول ان الرده اللي احنا هنجيبها هتكون رده بلدي كمان، يعني يكون سعرها باذن الله اقل من سعر الرده الثانيه. ان في ناس دلوقتي من اللي ممكن تتفرج يقول لك ده الرده سعرها رخره غالي. فهي الموضوع كله الحاجات دي كلها طلعت ضيقه وسهله، بس الناس تقدر تشوف الحاجه. ان الرده البلدي سعرها بيبقى قليل شويه. طبعا احنا هنجيب الصينيه دلوقتي هنوريها لحضراتكم، واحنا بناكل بقى ايه البط جوه دلوقتي مستنينا عشان يهمني. طبعا دي هنا احنا قلنا الفول اللي احنا جايبينه طبعا ده مصدر البروتين. البطاطا هي مصدر الكربوهيدرات، بس احنا ضفنا الدش علشان خاطر ايه ما كانش في عيش متوفر. لو انت بقى عندك عيش على رده مش هتضيف انت دش. طبعا عدم ضيفان الدش ده هيوفر معاك كمان في الايه في العليقه دي كمان شويه. انما احنا ضفنا دش عشان خاطر ما كانش فيه ايه كده. والبطاطا والبطاطس الاثنين زي بعض، عشان بس ما الناس تيجي تقول لك عشان مش هنقعد بقى نعمل حاجه. البطاطس والبطاطا الاثنين زي بعض، الاثنين نشويات. انت بتسلق الحاجه لغايه اما تبقى بيقولوا عليها ايه، الميه تبقى منشيه كده، وبتجيبها هي بميتها بحالها بمحتل. بس طبعا انت بتجيب الحاجه الاول بتغسلها غسله كويسه. هتجيب البطاطا حتى لو انت جايبها اللي هي السرده والحاجات ديت بتنضفها من الطينه اللي فيها، ما ينفعش يبقى فيها طينه خالص. تنضف خالص. جيب صينيه الاكل الجميله ديت بتاعت البط دي يا استاذ علي بعد اذنك، صورها الناس كده. دي الخلطه بقى اللي هتوفر معانا تقريبا 50% من تكاليف الاكل. ليه؟ لان احنا بناكل الصبح علف عشان البط ده صغير زي ما اوريكم. انما دي لو احنا بناكلها للبط اللي مقفل ما بنضيفش معاه علف. البط اللي هو الكبير اللي قفل ريز زي ما احنا قلنا، سواء كان بقى مسكوفي او بط بغال او مولر مستورد، ده لو العمر مقفل ريش اكل الخلطه دي زي ما انا عاملها كده، وباذن الله هتغنيك عن العلف نهائي وهتوفر معانا. ورينا بقى يا استاذ علي واحنا بندخل البط بعد اذنك. اتفضل يا باشا. تعالى تعالى. هي الكاميرا هتكشف لوحدها ما تقلقش. صور بقى الناس البط. بسم الله بسم الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين بقى ده البط، ده بط مولر وبط بيور، بط ابيض بيور وبط مولر مستورد ابو عين حمراء. وباذن الله هنشوف النتيجه عامله ازاي. هنرجع انا بس ورا شويه عشان خاطر هم هيخافوا. هنرجع ورا هنرجع ورا زي ما انت صور زي ما انت، بس انا قصدي هرجع بس عشان هم هيخافوا مش هيخشوا على البدايه. صور يا زعل صور. طبعا المكان اللي قدامنا ده مفروض زي ما انتم شايفين كده، احنا فرشين نص المكان او زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات نص المكان فرشين فيه قش رز، وفوق اللمبه زي ما انتم شايفين كده. والجزء الثاني هتلاقوه فاضي ومحطوط فيه الميه والاكل زي ما هشوف دلوقتي، والصوره هتوضح لكم يعني. زي ما قلنا في الفرش خاطر احنا عارفين ان البط بيشرب وياكل ويلعب في الميه، فما ينفعش ان احنا نحط الميه على الاكل زي ما كنا قلنا في الفيديو الثاني. وكمان لو بصيتوا هتلاقي في الجنب اللي عليه اللمبه ده اللي فيه الشباك، فاحنا واخدين يعني ايه البط في عكس اتجاه الريح عشان خاطر الهواء ما يجيش عليهم ويبقى رد. وبالنسبه للخلطه اللي قدامنا ديت هي باذن الله تفي باحتياجات الطير، لان زي ما انتم شفتوا احنا حاطين فيها فول ده مصدر للبروتين، حطينا الفيتامينات والاملاح اللي هو الكيس البانش، وكمان احنا عندنا الذره والرده لان احنا عملنا منهم الخلطه، او الدش والرده اللي احنا عملنا منهم الخلطه، دول مصدر الكربوهيدرات. وكمان احنا لافينهم بايه بالبطاطا، والبطاطا طبعا فيها سكريات وكربوهيدرات وحاجه كويسه جدا، وزيها زي البطاطس زي ما قلنا في اول الفيديو. ولازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان الخلطه ديت هنعملها يوميا للبط او للطيور. ليه؟ لان زي ما كنا قلنا قبل كده في فيديوهات سابقه ان احنا لو ضفنا العيش وحطينا الميه وبتاع ده ممكن يحصل له تخمر وممكن يعمل مشاكل. فانا بعمل الوجبه يوميا، انا بس انا هحط اخر النهار يبقى هعمل الوجبه، اشوف الكميه اللي هتاكلها الطيور اللي عندي واعملها لها. هعمل مثلا الصبح وجبه تخلص على اخر النهار، واعمل مثلا اخر النهار تخلص تاني يوم الصبح. اكتر من كده لا. والافضل يعني ان انت لو حبيت تحطها ناشفه مفيش مشكله، يعني انت لو الطيور عندك متعوده ان هي تتحط
ان هي تتحط ناشفه، فده شيء كويس وده افضل، عشان خاطر حد بقى بقت اتاخرت مفيش فيها مشكله، ما بيحصلش اي مشاكل، ما بيحصلش تخمر. كمان انت لازم الصينيه بننضفها اول باول زي ما قلنا قبل كده، ما نسيبهاش. يعني كل ما اجي احط خلطه بغسل صينيتي وبنضف الدنيا زي ما احنا عارفين وشايفين، مفيش اي مشكله. وباذن الله يعني النتائج دي كلها تكون كويسه. طبعا المقصود بالناشفه يعني مفروله، ما تكونش مبسوسه زي ما هنوريكم دلوقتي واحنا عند البط. طيب، وطبعا زي ما احنا قلنا مع بعضنا ان البط طبعا ده عشان هو لسه صغير، بس احنا بناكله الصبح علف، مش ينفع يعني نمنع العلف منه خالص عشان ما ياكلش في بعض، عشان ما ياثرش عليه. البط زي ما انتم شايفين كده هو لسه صغير. البط ده تقريبا عمره دلوقتي داخل في 3 اسابيع اللي هو المولر، والبط الفرنساوي البيور جايبينه معاه نفس العمر. ما شاء الله البط ملاحق بقى، طبعا هو بياكل علف الصبح، وبنيجي اخر النهار نعمل له الخلطه ديت، وتوفر معانا تقريبا 50% من تكاليف العلف. طبعا الخلطه لازم تكون زي ما انتم شايفينها كده، هي مفروله زي ما انتم شايفين كده، ما ينفعش ان احنا نخليها طريه خالص، لان احنا دلوقتي الجو برد، ولو احنا خليناها طريه او مبسوسه زي ما بيقولوا، البط هيشرب ميه وفي نفس الوقت هياكل طري، فممكن ده يعمل اسهالات. فلما تكون ملفوفه كده كده كويسه جدا، ما فيش فيها اي مشكله خالص. تمام. وباذن الله يعني تلاقي نتيجتها كويسه، وجربوا باذن الله تعمل معاكم شغل كويس. لو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحوش على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.